أنت تعرف أنه رئيس النادي في المملكة العربية السعودية مرتبط مصيره بقدم لاعب. نعم. هل هذا صحيح؟ 100%. يعني أنا يعني يمكن أكون عانيت من هذا الموضوع، مو عانيت منه ولكنه يعني مر علي في المنتخبات. ضربة جزاء من قدم مجد عبد الله ما أهلتنا الكأس العالم سنة 90 أمام الصين. ودي من أخطر المواقع الإدارية، مهما تملك من فكر ومهما تملك من جهد ومهما تقدم من عطاء، تظل مرهون بعقلية لاعب وبقدم لاعب، وده قدر علينا أن نتقبله. ولهذا علينا أن نجعل من هذه العقلية عقلية متوافقة، وأن نسخر هذه القدم لتحقيق الأهداف المطلوبة. ما قال السيد علي داوود، الكابتن ماجد عبد الله جاهز معنا على الخط؟ اي معاكم. مساك الله بالخير ابو عبد الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ابو زايد. سعداء بتواصلك معنا. الله يسعدك، الله يخليك. الله يسعدك. الاخوان عاصم وبدر وصالح، وتحيه خاصه للاخ محمد. ليش يعني تحيه خاصه لمحمد؟ ليش ميزت عنهم؟ قديم. صديق قديم. تفضل كابتن، كان لك تعقيب على حديث الاخ علي داوود. ايوه، لا هو طبعا ما في شك الاخ علي داوود يعني استاذ كبير، لكن يبدو انه بعد عن الرياضه نفسه. وانا في عندي عده نقاط. نعم. بالنسبه لمباراه الصين اللي تحدث عنها، اول حاجه انا ما شفت بلنتي. البلنتي اللي جانا شاته فهد الحرفي. نعم. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه انا ضد الكلام اللي يقولوا انه لاعب بيطلع اداري او بيخرج اداري. العمل الاداري هو اللي يثبت عمله وجدارته. اذا كان في عينه او عينتين، لكن ليست بقاعده. الشيء الثالث والمهم انه حتى ذكر في مباراه تعليقه في مباراه الصين او مباراه نيوزيلندا، فقال انا علقت مباراه الصين وما علقت مباراه نيوزيلندا، مع العلم انه علق في الثنتين. نعم نعم. ايه، فهذا هو. لكن هو شككني في معلومتي. لكن هو حط سبب خروج المنتخب انه ماجد ضيع ضربه جزاء امام الصين، وانا ما شفت، ما ضيعته ولا شفت مباراه الصين ضربه جزاء. لكن المباراه اللي طلعتنا هي مباراه كوريا 2-0 انهزمنا منها وانا ما كنت موجود فيها. نعم. حبيت انا بس جميل. اتكلم يعني اعقب على هالمعلومه. جميل ابو عبد الله. جميل ابو عبد الله، انت ايضا من ضمن حديثك قلت يعني العمل الاداري هو اللي يفرض نفسه. نعم. فيها تلميحه هذه الكلمه؟ لا، انا بصفه عامه يعني ما في العمل الاداري. طبعا بالنسبه دائما الاداري لما بيعمل عمل ناجح، ما في شك هو بغض النظر عن النتائج، لكن عمله يبين. لكن ما يحط مثلا عذره في انه فلان طلعني او فلان خلاني. نعم. واحنا عارفينه، يعني الواحد ما يبغى يتكلم في شيء، لكن اذا كان هو بدايته نسى او بدا ينسى، ما إلا بالوحدة. لا هو اتصل في الكنترول فوق وقال شكرا ماجد صححت لي معلوماتي، لكن معلش هذه قضيه يمكن الجميع يعرفها، انك فعلا مش انت اللي سددت ضربه الجزاء، وانه هو اللي علق مباراه نيوزيلندا واستمتعنا بتعليقه في الواقع. لكن خلني اتوقف عند النقطه الاهم. يعني نحن في حلقات قادمه بالتاكيد فاتحين ملف شائك وصعب للنصر، لكن فرصه وانت معانا، شو اللي جالس يحصل في نادي النصر حاليا كابتن ماجد؟ شوف والله بالنسبه لنادي النصر، انا في الحقيقه انا بس حبيت اتكلم في الموضوع هذا. موضوع نادي النصر هذا يبغى له وقت ثاني. نعم. لكن اقدر انا اتكلم فيه بمختصر مفيد وقليل جدا. نعم. نادي النصر دائما الرياضه سواء كره قدم او اي لعبه ثانيه، الرياضه بصفه عامه لابد انك تكون واقعي. انا اذا كان عندي فريق عارف انه هذا الفريق فريق بطل، الفريق البطل ليس بالكلام، لابد يكون عندي العناصر جيده داخل الملعب، وعندي عناصر جيده ايضا خارج الملعب، وفي عمل اداري يسيطر على كيف يسيطر على هالنجوم بالعدل والمساواه.
اما اذا العمليه عندنا احنا في نادي النصر تقريبا يمكن زي ما تيجي على ما يقولوا يعني. فالعمل اللي عندنا في نادي النصر انا اشوفه انه بيعملوا عمل غير صحيح، واذا استمروا على نفس النهج فالنصر حيبقى زي ما هو ما بين الخامس والسادس. وجماهير النصر تبغى بطوله، لها جلست تقريبا يمكن اكثر من 10 سنوات او اكثر من 10 سنين ما في بطوله محليه بالضبط. البطوله حقت تحت 23 طبعا اوكي بطوله غاليه اوكي، لكن احنا نبغى البطولات اللي هي الكبيره عندنا اللي هي الكاس الملك والدوري او كاس ولي العهد. اذا استمروا على نفس النهج طبعا ما حيكون. اذا في تغيير، التغيير هذا هو اللي ممكن يرجع النصر الى المنصات، لكن المكابره والعناد امره ما حتعطي اي نتيجه. هذا انا رايي بصراحه. ابو عبد الله، يعني سياسه اللي تجي عرفت زي ما تجي وسياسه المكابره والعناد، من يتحمل مسؤوليتها؟ هل هذا تلميح او حديث عن رئيس النادي نفسه فيصل بن تركي، ولا عن الاداره كمنظومه اداريه؟ لا، هو المسؤول الاول ما في شك رئيس النادي. هو المسؤول رئيس النادي. رئيس النادي هم الباقيين يشتغلون تحت ادارته. في رايك شو اكبر خطا ارتكبه رئيس النادي؟ لا، في الان مثلا عندك كمثال يعني يمكن من سنتين يطالبون بتغيير اداره الكره، وهو مصر على انه اداره الكره تكون موجوده. يعني مو معقول انه مثلا كل الناس شايفين ان الاداره هذه يعني شغلها مو سليم، هو الوحيد اللي شايف انه شغل اداره الكره سليم. احنا تقريبا عشنا في النادي سنوات طويله ونعرف، وتعاقب علينا اداريين كثيرين يعني نعرف الامور هذه. فهذه من الاشياء ايضا اللي اداره النادي حاولت تتمسك بالاداره. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه ايضا بالنسبه للتعاقدات، احنا ما نعرف نتعاقد الصراحه. يعني احنا نجيب لعيبه ببلاش ونوديهم نجيب لعيبه بفلوس ونوديهم ببلاش. زي احمد مبارك وزي البحري وغيره من اللعيبه. فعندنا ضعف في التعاقدات. الشيء الثاني الاختيار. دائما اللاعبين الاجانب يعملوا فارق بالنسبه لاي فريق، بشرط انه يكون عندي ادوات وطنيه جيده. صحيح. عشان لما اجيب لاعبين الاجانب كويسين يعملوا لي الفرق. لكن المشكله عندنا لا الوطنيين يساعدوا انفسهم يبينوا انفسهم الى الان ما عملوا حاجه، وفي نفس الوقت الاجانب المهب على ذاك الاداء اللي ممكن تقول يعني يبهرك او تقول فعلا انه هذا لاعب اجنبي انا جبته. نعم. يعني فالعمليه كلها، فعشان كذا اقول لك لو احنا بنتكلم في موضوع نادي النصر هذا يبغى لنا يبقى حديث طويل كابتن، لكن معلش انا يعني بالوقت اللي عندي معاك خلني استغل وجودك، يعني رمز من رموز النصر. يعني الناس ما زالت يعني تبحث عن اسطوره اخرى تكون بجانب ماجد عبد الله، لكن زملائي لهم حديث سريع معاك ابو سليمان. مساء الخير ابو عبد الله. اهلا مساء الخير ابو سليمان. الحقيقه يعني انا طبعا يعني اتفق معك في الكثير مما قلته، بس عندي نقطه واحده احب اقولها. يمكن انت لاعب كبير وتعرف يعني ما مدى تاثير البيئه المحيطه باللاعبين. يعني لا تعتقد انه احنا قاعدين نظلم اللاعبين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، والبيئة المحيطة بهم لا تحفز على النجاح. يعني هناك لاعب كبير مر على النصر اللي هو رزاق، صرح مؤخرا قال إنه البيئة في نادي النصر بيئة محبطة، يعني بيئة مش مشجعة. يعني رواتب تتأخر، طلبات لا، يعني لما يبغى حاجة معينة هو كلاعب أجنبي تتنفذ له بعد التي واللتية، يعني بعد طلوع الروح. يعني بينما في أندية أخرى، يعني ناخذ مثلا الهلال، تجد انه اللاعبين اللي يطلعوا من الهلال يتمنوا انهم يرجعوا له. يعني فالبيئه الموجوده في نادي النصر، انا اعتقد يا ابو عبد الله انه احنا
قد أنا وأنت أو أنت وأنا نظلم اللاعبين وغيرنا نظلم اللاعبين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين عندما نتجاهل هذه البيئة التي لا تساعد على النجاح، التي لم يخلقها الرئيس ولا نائب الرئيس ولا مدير الكرة. انا اوكي، انا اتفق معك في الموضوع هذا، لانه هذه نقطه اخرى، يعني هذه نقطه اخرى ايضا من المشاكل الموجوده في نادي النصر. ما في شك انه اللاعب لما يحس انه في مساواه، لما يخطئ علي لاعب اعرف انه في احد بياخذ حقي، لما انا اخطي على لاعب اعرف انه في واحد بياخذ حقه. لكن لما يكون ما في مساواه بين اللعيبه، في افضليه، هذا يفضل عن هذا وهذا يفضل عن هذا، هذه مع الوقت يعني يحدث في الفريق بلبله ونوع من عدم المبالاه. الرواتب ايضا، خصوصا اللاعبين الاجانب، اذا ما في اشياء تساعدهم من مواصلات، من الرواتب، من حتى في البيت في تجهيزات معينه لابد يكون مرتاح. ايضا كذلك اللاعب السعودي نفس الشيء. لكن مع كل هذا كله بتاثر، لكن في نفس الوقت ما دام اللاعب نزل داخل الملعب لابد يعطي. يعني في لعيبه يكونوا مثلا، في بعض اللعيبه يكون عندهم مشاكل، اما حاله وفاه او اي ما شابه ذلك، لكن ينسى هذه كلها وما دام يكون في الملعب يعطي. انا اتفق معك انه هذه تاثر على اللاعب، لكن انا ما دام موجود في الملعب لابد اني ابذل قصارى جهدي. يعني ما استسلم، انا ادخل جوا الملعب اقول والله ما اعطوني، ما سووا لي، معناتها ما اعطي شيء في الملعب. لابد اللاعب انه يبذل جهد داخل انت ابو عبد الله تبغى الناس كلهم مثلك. يعني تذكر انا مره سالتك وانا اعرف انه كان في خلاف يعني في شوي مشكله الظاهر بينك وبين الاداره، قلت لك يعني انت مؤدي اليوم احسن اداء، فقلت لي كلمه انا لا انساها، انه انا العب لهذا المدرج لا العب لفلان او علان. لكن مو كل الناس ماجد عبد الله، مو كل الناس ماجد عبد الله. مش كل ولا الوقت هو الوقت. الشيء اللي انا اتكلم عن الشيء اللي انا مؤمن فيه. انا العب للنادي ولجماهير النادي، هذا رقم واحد عندي. اي شيء ثاني يتحل خارج الملعب، لكن ما دام انا دخلت الملعب لازم اعمل حلول داخل الملعب. يا سيدي، هناك احد الجماهير يقول اعتقد ان اكثر المستفيدين من سوء مستوى النصر هو ماجد عبد الله، ليظل الجمهور النصراوي يتحسر على زمانه. ابو عبد الله، انا ابو عبد الله، خلينا نتفق معاك انه فعلا الاداره ما وفقت، لنفترض جدلا ذلك، رغم انه في اصوات اخرى ترى غير ذلك من النصراويين نفسهم. بس الوضع هذا يا ابو عبد الله، انا اعتقد من 17 سنه، من 1415 نفس هذه الاوضاع في النصر. انا مو هذا سؤالي عموما، انا سؤالي انت من خلال معرفتك يا ابو عبد الله بالنصر، هل هناك بديل؟ يعني على افتراض انه هذه الاداره ذهبت، هل تعرف انه هناك بديل، شخص يرأس النادي وقادر على الدفع وانتشال النادي هذا من ديونه؟ يعني إذا يوجد هذا الشخص، والله للأمانة أتمنى أن يظهر هذا الشخص ويعلن أنه سيترأس نادي النصر وسيدفع هذه المبالغ الضخمة، 50 مليون 60 مليون. هل يوجد هذا الشخص عن جد؟ أنا سؤال فضولي. نعم، جميل. أبو عبد الله، قبل أجاوب خليك ويانا على الخط، نتواصل بعد هذا الفاصل ان شاء الله. إذا أرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وأرحب بنجمنا ماجد عبد الله. أبو عبد الله، عندك الحديث، تفضل. أول شيء من 1415 إلى يعني النصر مش 1415، عندنا 16 17 18، في بينها 5 بطولات اللي هي الدوري وكاس مجلس التعاون مرتين وكاس آسيا وكاس السوبر. والمشكلة من 2000، يعني من 2000 خصوصا بطولة أندية العالم، بطولة أندية العالم أهم شيء. ايوه، بطولة أندية العالم هي عشان كذا قلت لك السوبر هي اللي حلتنا بطولة العالم. فبعد كذا النصر اعتمد على اسمه، خلاص ما عاد في تجديد. هم النصر مو عشان الاداره الحاليه او حتى الاداره السابقه يرون ان النصر قادر انه يكسب بطوله، خلاص بدا اللعيبه تعتزل، لابد ان النصر يعمل التغيير والتجديد. النصر ما اقتنع الا من قبل 4 سنين،
اقتنع انه الفريق الموجود ما يمكن يحقق بطوله، فبدا التغيير بالكوم اللي على اخره واللي اداؤه يعني فريقه الاخر ما يبغاه، فاحنا قمنا ننم اللاعيبه، فما اعتمدنا على انه احنا نبني من الشباب في الفتره هذيك. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه انه بالنسبه للنصر ايضا انت تتكلم عن المبالغ الان مثلا بتدفع بديل، هل هناك بديل؟ وفي نفس الوقت بتصرف في الشروط الجزائيه، يعني كاني انا ما استفدت شيء. يعني كم مدرب جبته دفعت عليه شرط جزائي، كم لاعب جبته ايضا دفعت عليه شرط جزائي، فالاختيار هنا مهم. في فرق بين انا اختار لاعب عاجبني انا، وفي فرق لما اختار لاعب ينفع للفريق. مين يكون عاجب مين اللاعب هذا اللي يتم اختياره؟ يعني مثلا انا كماجد اعطيك كمثال. نعم. يعني انا كماجد والله ابغى والله هذا اللاعب ده عاجبني انا جيبوه، لكن يمكن ما هو الخانه اللي يحتاجها النادي، هل النادي يستفيد منه ولا لا؟ وفي فرق بين لما يكون ماجد مثلا يقول لك لا هذا اللاعب في الفريق في حاجته في الخانه الفلانيه، النادي يحتاج هذا اللاعب. الان الاختيارات كلها على حسب رغبته. يا ابو عبد الله السهلاوي كانت كل الانديه بتبحث عنه بصراحه وجابوا النصر. الغامدي الان ايضا جابوا النصر. يعني لا تلغى انه الاداره صراحه في ال3 سنوات الاخيره غيرت من جلد فريق كامل. صحيح. ولا تنسى امر مهم في نقطه مهمه جدا يا ابو عبد الله، انا والله للامانه اقولها في حق النصر. الاتحاد، الهلال، الشباب فرغوا الانديه السعوديه من المميزين صراحه، وبدا النصر عندما بدا النصر يتحرك لم يكن هناك في السوق صراحه الكثير من اللاعبين. انا الاسماء الموجوده جابوها، كل الاسماء روحت. يعني عارف النصر تحرك في الوقت الضائع صراحه، لكن الاداره عملت يعني في امور ايجابيه حقيقه. في 11 لاعب تغيروا يا ابو عبد الله. هذه المشكله المشكله انه الاداره عملت اوكي، هي قليله الخبره، هي خبرتها قليله كويس. الان مثلا النصر لما يكون مثلا في مركز خامس العام، واجي اقول والله انا عملت عمل جبار، انا في مركز خامس اقول عملت عمل جبار، الكلمه الاداره عملت ما عملت، هي هنا مشكلتنا هنا، انه في البعض اللي يعملوا زي تطبيل للاداره. انا كنادي النصر اخذ مركز خامس واجي اقول انا عملت عمل جبار. بس نقطه صغيره ابو عبد الله، قبل بدايه الموسم جميع النصراويين كانوا يعتقدوا ان النصر في هذا الموسم سيكون حاله افضل، جميع تقريبا، ما اقول يعني الا قراته على الاقل، كلهم كانوا بيشيدوا بعمل الاداره. الان النتائج لم تخدم الفريق صراحه، يعني كلهم كانوا راضين بقدوم خالد الغامدي، بالاسماء الاجنبيه التي اتت، لكن المشكله انه صراحه ما خدمتهم النتائج. انت ذكرت خالد الغامدي اداؤه في القادسيه واداؤه في النصر واحد، يبذل جهد. انا ابغى لو لاعبين النصر يبذلوا الجهد زي ما يعملوا خالد الغامدي، كان ممكن حال النصر يكون افضل، لكن لابد يكون الجهاز الفني على مستوى كبير، لا ايضا يكون تعامل الاداره ايضا على مستوى كبير. هذه منظومه مترابطه مع بعض، يعني ما يمكن مثلا اجيب لاعيبه كويسين وعندي اداره سيئه، ما يمكن يكون عندي اداره جيده ويكون عندي لاعبين سيئين، لا الثلاثه هذه لازم يكونوا كلهم بصوره جيده. ايضا احنا لو جينا مثلا السنه هذه والعام اداء النصر، انا ما اتكلم على الفوز، انا اتكلم على صوره النادي، يعني يكون اداء واحد، ممكن اخسر لكن ادائي يكون ثابت، عندي منهجيه، عندي طريقه معينه، لكن ما ابغى انا حبه فوق حبه تحت. يعني تشوف النصر مثلا بيلعب مباراه تقول والله خلاص ماشي، المره اللي بعدها تحصلوا في اداء سيء جدا. لما يكون الترمومتر نازل طالع معناتها ما في عمل جيد. انت ذكرت الهلال وذكرت الاتحاد وذكرت الشباب،
بغض النظر انه هذا الثلاثي اللي في العشر سنوات الاخيره اللي بيحققوا البطولات. ليش؟ لانه دائما في تجديد في المواطنين. الاتحاد في تجديد؟ الاتحاد ما في تجديد يا ابو عبد الله. لا بياخذ بطولات، على الاقل بياخذ بطولات. يعني المشكله في الاتحاد يقولون مثلا انه فلان كبر في السن، ما في السن لما يوصل وقت ال 30 هذا عز اللاعب بس. لكن للاسف احنا نهبط من معنويات اللاعب لما يوصل في ال 30 او ال 32 يقول لك والله خلاص كبروا. لا، هذا العطاء لو نرجع للاتحاد لما تقول ما في تغيير. اخر فريق سعودي خرج من التصفيات الاسيويه. نعم نعم. ابو بدر. مساء الخير يا ابو عبد الله. اهلا مساء النور. اولا مداخلتك كانت لتصحيح معلومه وصدناك الحقيقه، لا يمكن تكون معنا ونفرط في هالفرصه هذه، ولو تركناك عند ابو سليمان وابو عمر كان ما تركوك الظاهر للفجر من اسئله ما شاء الله متواصله. لكن ودي اسال الحقيقه، سواء كان النصر غيابه 10 سنين او 15 سنه، وتكلمت ما شاء الله في ملفات مهمه جدا، وقلت في بدايه حديثك بعد ما طرح وزاد السؤال أن الحديث عن النصر يحتاج إلى حلقات وحلقات تتكلم عنها. يعني في حلقات جاية. نعم. في حلقات عن بصراحة السؤال، هل شخصية الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه 40 سنة أو أكثر من ذلك فرضت كاريزما معينة على النصراويين، على النصر، سواء بحكمته، بخبرته، بتجاربه، بقوته، بذكاء، أشياء كثيرة جدا صعب أن نذكرها الآن. اي نعم. صار من الصعب إيجاد شخصية بديلة ترأس النصر بنفس الفكر. هذه سؤال. السؤال الثاني، هل مشكلة النصر بصراحة في الفكر أم المال؟ يعني هل المال متوفر الآن أم ولو توفر المال يعني من لديه القدرة على إدارة هذا المال بما يخدم النصر؟ وهي ترى 3 أسئلة تدور على تقريبا حول نقطة واحدة. والأفضل للنصر رئيس بخبرة وتجارب سابقة أم حماس شباب في الوقت الحاضر يستطيع أن يحقق النتائج للنصر؟ أول شيء أنت ذكرت المرحوم عبد الرحمن بن سعود، ما في شك أنه يمكن في ناس كثير يعني يخفى عنها اشياء كثيره. هم يعتقدون الامير عبد الرحمن انه صارم وشديد، لا، هو من النوع اللي يحب المناقشه ويحب يسال ويحب كذا ويحب كذا. حتى المدربين اللي يجيبهم او اللاعبين اللي بيجيبهم بيسالنا عنهم، بياخذ راينا، بياخذ راي الاعلاميين المقربين له، بياخذ الناس يعني بيسال وبعدين بيتخذ. ولكن بشخصيه قويه يا ابو عبد الله، شخصيه قويه. ما في شك، لابد انه يكون انت في القوه ما هي مطلوبه دائما. يعني لابد اني اعرف متى استخدمها واعرف متى احتفظ فيها. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه، احنا ما في شك انه انا اتصور انه الفكر هو الغايب عن النادي الان. لانه لو جبت لي 100 مليون وبدون فكر ممكن ابعثرها. يعني معلش ابو عبد الله، هني خلينا نتوقف وياك. يعني حين نتحدث الان بدون فكر، يعني فيصل بن تركي حاليا كرئيس لنادي النصر مجرد مال بدون فكر، ام ان الخبره هي اللي تنقصه؟ لا طبعا ما في، هي ثنتين مع بعض، الفكر والخبره. يعني الاداره انا كمشجع لما اشجع في فريقي وفي لحظه اني اكون رئيس الفريق، ما عندي هذيك يعني مثلا اعطيك مثال زي مثلا فيصل عبد الرحمن. الامير فيصل عبد الرحمن كلنا عارف تدرج يعني مع المدير فريق الى مشرف الى كذا الى كذا الى كذا، وعافر والده كثير وهو مدير فريق، صار عنده المام. فلما جاء رئيس نادي عمل الشيء الاشياء اللي هو يعني كرئيس نادي. لكن الامير فيصل يختلف. الامير فيصل بالتركي بدون ما عمل في النادي جاء كرئيس. طبعا هنا الخبره والفكر كله بيخونه، ما عنده اي معلومات او عنده درايه بالامور الاداريه. من تدرج الى ان اصبح رئيس نادي، شو البطولات اللي حققها؟ انا اتكلم في الرياضه. نعم في الرياضه، نعم. اللي تدرج يعني الى ان رئيس النادي، شو البطولات اللي حققها؟
طبعا اخرها هي حقت السوبر وكاس اسيا كان موجود معانا وال 15 وقبلها شو اسمه 2009 الدوري و10 كاس الملك 14 ايضا الدوري كان موجود. نعم. كابتن ماجد انا شاكر لك مداخلتك، واتمنى يعني في الحلقات اللي بتكون مخصصه لنادي النصر، لان ايضا لابد نجيب الطرف الاخر طرف الاداره انك تكون متواجد معنا، ويسعدنا انك تكون متواجد معنا. والله هذه شوف النقطه هذه ما اوعدك فيها، لان ما ابغى ادخل في مهاترات وحاجات. لا نحن ما نبغى توصل مهاترات يا ابو عبد الله، ما نبغى توصل مهاترات، نبغى نحل المساله يعني نبغى. لا الحل ليس عند ماجد، الحل مو عند ماجد، الحل عند رئيس النادي الامير فيصل التركي، الحل عنده، لابد انه يغير من القناعات ويغير شجاع وقرب بصراحه، شجاع وقرب بصراحه. نعم. كابتن ماجد انا شاكر لك مداخلتك. شكرا. وعلى لقاء ان شاء الله. تسلم ان شاء الله باذن الله. شكرا يا سيدي. طبعا على التويتر الجماعه كلهم يتحدثون عن ماجد يعني الاسطوره، ومن ينكر غير هذا جاحد. لكن ابو سليمان واحد كاتب لك ابو زايد الدويش يستغل خط السته في تمرير سمومه ضد نادينا العام الماضي الدكتور بحاذق، والان ينسق مع ماجد لترديد كلامه. طبعا غيره كتب عميد الكتاب الدويش هو من يشخص حال النصر بواقعيه دون تحيز. والله انا ما اعتقد انه يعني موضوع بحاذق انا لا اريد العوده له، وان كنت اخبرك بان نهايته في نادي النصر للاسف كانت جدا سيئه. الجماعه اقاموا له حفل تكريم ما شاء الله، وودع النصر من خلال حفل التكريم، وهذه عاداتهم يعني، كرموا كثيرين ترى بهالاسلوب بهالطريقه. على العموم انا ما ابغى ارجع للماضي. هذا ماجد عبد الله لا يمكن لمحمد الدويش ولا لغير محمد الدويش انه يستغله او يوظفه لشيء. وبالعكس انا شخصيا لو سالتني ابو زايد زي ما قال ابو بدر انتم صدتوه، انا لو سالتني ما كان ودي الماجد يتكلم الان عن موضوع النصر، وخاصه انه يوم الاربعاء مباراه مصيريه للنصر امام الشباب، انا اعتقد انها مصيريه يعني حتحدد اشياء كثيره. ما كنت اتمنى انه يعني هذا دليل اني انا ما نسق البرنامج ولا تآمر. لا البرنامج ما تنسق اكيد يعني، ولا تآمر مع احد. وتدري انا تدري انا متى دريت الماجد عبد الله، تدري متى دريت الماجد بيتداخل في البرنامج؟ في المطار. في المطار لما كنت في المطار سألني واحد هل ماجد فعلا بيتداخل؟ انا ما كنت عندي خبر صراحه، ولا اعرف لماذا ماجد بيتداخل. بعدين عاد سألت قالوا لي انه بيصحح معلومه قالها الاستاذ علي داود. على العموم ما يمكن اني انا شكلك ما تزور اكونت خط السته، كنت عرفت كيف؟ ما تزور الاكونت خط السته. لا يقول لك لا. تفضل.